وايه المطلوب بقى عشان اخد البطوله؟ عارف حمدان اللي في الدور التالت؟ عارف. عايزك تضربه بالبوكس يا عمر. بس كده من عينيا. بقول لك يا خلصت الطلب الاول، ايه الطلب التاني بقى؟ خلينا نخلص. امسك كده شوف ده. مين ده؟ هديك ازازه وعايزاه اخليه يشرب منها، انا عارف انك دماغك سم وقدها. وده ليه؟ اصله حرامي سرق مني ومن اختي فلوس كتير قوي. ماشي. ازيك يا فندم؟ اتفضل، احنا بنوزع النهارده مشروبات ببلاش، وده اول مشروب عشان حضرتك تدوقه وتقيمه. ده مش قادر اموت، مش قادر يلحقني. انا عملت الطلبين اللي قلت لي عليهم، ايه تاني؟ لا كده خلاص يا عمر. بس مالك زعلان كده ليه يا عمر؟ ده حرامي بقول لك، ما تزعلش يا عمر، هو حرامي ويستاهل. خد الورقه دي واديها لهم وهم يدخلوك على طول ويعرفوا ان انت تبعي. اتفضل خش يا فندم عشان هنعمل لك الاختبار التمثيلي. استاذ عمر صح؟ انت هتاخد دور البطوله يا عمر، انت موهوب جدا، واحنا هنمضي معاك عقد مبدئي بحوالي 200 مليون جنيه، وده هيبقى اهم فيلم يا عمر في سنه 2023. اتمنى العرض يكون يناسبك يا عمر. الحمد لله. الحاجه الحلوه من الحوار ده ان انا هعيش بعيد عن اهلي وقرفهم. عمر ابني حبيبي. دلوقتي بقيت ابنك وحبيبك وابنه وحبيبه.